الألوهية إلنا. هذا معلمك، هذا الكلب الحقير، هذا الحيوان اللي هذا ربك الأعلى، هذا اللي بدك تعبده، اللي قادرين نقتلك. إذا ربك مو قدران يقتلك نحن بنقتلك وبنقتله. استغفر الله، الله يسامحني على هالكلام لأنه طالع من صميم القلب من الوجع. نحن كدمشقيين، عم بحكي عن إخواتي بالشام كمان، كدمشقيين كنا نطلب الموت من الله لأنه عشنا بذل بشغلنا، بأكلنا، بمشوارنا، بطلعتنا، بفوتتنا. وصلنا لمرحلة اليوم الشجاع فينا، شجاع فينا بشغله يقدر يفوت على بيته أكله وشربه. وصلنا لمرحلة نحن بالشام إذا ابنك مرض ما معك حق الأدوية كاملة تجيبها. عالم آخر المطاف يوم صرت بدك تفاوض على سجين لتطالعه، ما عاد حاكوك لا بدولار ولا بسوري، صاروا يحاكوك بأونصات ذهب. بدي 5 أونصات، بدي 7 أونصات، بدي 10 أونصات لطالع لك السجين الفلاني. هذا الأمر كله اللي بيحرق الدم، وحرق دم السوريين أجمع. ونحن بشكل خاص كمدينة دمشق انحرقنا أكثر لأنه كانت القيادات كلها هون. الجوية كانت جماعيتنا اللي ننام فيها إلها شراءة وإلها مثل هون منفس هوا شفرات يجي، كنا نطخي لهون. كانت جماعية النسوان مواجهنا، شهدنا شهادة هنيك إنه في مرة ولدت بقلب السجن.